سميت ليلة القدر لعظم قدرها، إنها ليلة عظيمة الشأن، أنزل الله عز وجل فيها كلاما وكتابا عظيم القدر عن طريق ملك عظيم القدر إلى نبي عظيم القدر في ليلة سميت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. عبادة في ليلة واحدة تفوق العبادة في 80 سنة وأكثر. تخيل، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله خلق الشهور وميز بعضها، وخلق الأيام وفضل بعضها، وخلق الساعات وكرم وشرف بعضها، وخلق الناس وميز وفضل بعضهم. خلق الله، الله عز وجل يختار ويصطفي من خلقه ما يشاء. اختار هذه الليلة لتكون أعظم ليلة في السنة. بعض العلماء يقول أنها تنتقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في ال7 البواقي، التمسوها في ال5 البواقي، 5 بقين. وكان يوصي أصحابه بليالي الوتر 21 23 5 و7 و29. هذه الليالي الوتر إياك إياك يا عبد الله أن تفوتها، فإن ضاعت عليك بعض الليالي لا تجعلها من الوتر، احرص على العشر كلها فإنك ستصيب ليلة القدر. من فضل تلك الليلة ومن أجرها العظيم أن الله عز وجل أنزل فيها أعظم الكتب وأشرف الكتب، إنه كلامه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هي المعجزة الخالدة، جعل الله أول نزول لها إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. شوفوا الفضل: تنزل الملائكة والروح فيها. شنو الملائكة؟ شنو الروح؟ الروح هو جبريل عليه السلام، أمين الوحي، سيد الملائكة، ينزل إلى الدنيا، إلى الأرض في تلك الليلة. يا الله، ما أشرفها من ليلة. تعرف عدد الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض كم؟ جاء في بعض الأحاديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عدد الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة كعدد الحصى في الأرض. تخيل كم عدد الحصى في الأرض، كم رقم فلكي، الرقم لا يمكننا أن نتصوره. فالجبال تبنى من الحصى، وهناك حصى تحت البحار، وهناك حصى في الصحاري، حصى يمتلئ في الأرض كلها. عدد الحصى هو عدد الملائكة التي تنزل إلى السماء، إلى الأرض. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة مسلمة، ليلة لا شر فيها، ليلة يقدر الله فيها الخير والسلام والرحمة لهذه الأمة ولكل العباد. تخيل يا عبد الله أن في ليلة القدر، في ليلة القدر أناس يعتقهم الله عز وجل من النار، أناس يسلمهم الله من الشر، أناس يقبلهم الله عز وجل عنده. سلام. تعرف إلى متى؟ من الغروب إلى الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ولهذا نوصي بعض الناس الذين في ليلة القدر يصلون قيام الليل 2 ساعة، نقول لهم: الليلة بدأت من المغرب وما انتهت حتى الفجر، أحيانا تكون 12 ساعة. هل اكتفيت بصلاة 2 ساعة ثم تركت 10 ساعات كلها؟ أين الدعاء؟ أين الاستغفار؟ أين الأذكار؟ أين التسبيح؟ أين التحميد؟ أين الطاعة في هذه الليلة؟ خير من 1000 شهر. اكتفيت فيها بصلاة 2 ساعة، بخلت على نفسك يا عبد الله. ليلة ب1000 شهر، ألا يحق لنا أن نقضيها كلها لله عز وجل؟